Thank you so much. Just I would like to welcome Ambassador Ahmed Farouk. Just he to say a few words for us and for all of us. Ambassador Ahmed Farouk. Good evening, everybody. First, I would like to congratulate you for the holy month of Ramadan. All the Arab community and the Egyptian community, Muslims and Copts. Second, I would like to thank the National Bank of Egypt, presented by Mr. Khaled Douab, for his able direction and for the bank. This is the third time in a row that I attend here this event, and I notice that every time you have more clients and you have more people attending, so congratulations. Actually, I decided not to talk tonight, not to take the floor, but I took it on purpose because we have tonight a very important movie. I want to draw attention to it. We have in our minds here that Egypt is unsafe place. Egypt is not, it's full of turbulence, but we have an untold story that we're going to show you tonight. This movie, I want you to watch it carefully because it tells you untold story in the last 2 years. Thank you so much and enjoy the rest of the evening. مساء الخير سعادة السفير، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الله أكرم. الأجواء النهاردة الرمضانية بتفكرنا يعني بتحاكي يمكن الأجواء في مصر كتير، وكانت ليلة الحقيقة يعني غاية في الروعة، واحنا متعودين يعني نشوف حضرتك كل سنة في حفلة البنك. حضرتك حريص الحقيقة ان انت تحضر. عندك ايه تاني حفلات رمضانية يعني بتحرص على ان انت تحضرها كل سنة؟ هو حضرتك طبعا الليلة هي الحفلة السنوية اللي بيقيمها البنك الأهلي، حفل الإفطار، واحنا بنحرص ان احنا نيجي في جميع المناسبات، مش بس الحفلات، المناسبات اللي بتخص الجالية المصرية هنا، لانها دايما بتبقى فرصة ان احنا نتجمع ونتبادل الآراء ونتبادل الأفكار الخاصة بالوطن الأم. الحفلة او حفل الإفطار السنة دي في البنك الأهلي الحقيقة كان في رسائل كتير إيجابية للغاية. أهم الرسائل دي هو عامان من الإنجازات اللي حصلت السنة اللي فاتت، وتم عرض الفيلم الخاص بهذا وأهم حاجة كمان كان في ناس ممثلين لمؤسسات أمريكية كبرى هم عملاء البنك الأهلي، يعني مش عايز أقول أسامي شركات أمريكية، كلهم كانوا موجودين هنا النهاردة، ويعني أعجبوا جدا لأن ما كانوش عارفين القصة الحقيقية إن في إنجازات حصلت في مصر بهذا الحجم وبهذا الكم وبهذه السرعة. في خلال سنتين قدرنا ان احنا ننجز مشروع قناة السويس، شبكة الطرق، نقل عدد كبير من العشوائيات والعملية مستمرة، المشروعات الطاقة، فهناك انجازات في كل المجالات، وان شاء الله يعني المستقبل واعد لمصرنا بإذن الله. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال معلش، يمكن هو يعني هل بيبقى لكم دخل في الترتيبات؟ يعني أنا عارفة إن الحفلة خاصة بالبنك الأهلي، وده مش عيب أبدا إن القنصلية تنسق مع أي جهة أيا كانت مصرية، بيبقى في تنسيق، وحضرتك عارف إن في شركات استثمارية وبنوك وناس في الأهمية اللي هي من الأهمية إن هم يعرفوا ما يحدث في مصر، بيبقى في تنسيق مع القنصلية؟ هو دايما القنصلية يعني أبوابها مفتوحة لكل شخص من أبناء الجالية المصرية، والتنسيق موجود على طول مع جميع المؤسسات. الحفلة دي يعني طبعا هي حفلتنا كلنا، والبنك الأهلي هو اللي بينظم وهو الراعي الأساسي، والحقيقة القنصلية في الحفلة دي بالذات ما عملتش حاجة لأن البنك الأهلي كان قادر على إنه ينظم لوحده كل شيء، فيعني إنما إذا طلب مننا شيء فإحنا موجودين على طول. أنا طبعا مش هدور على سعادتك ووقتك الثمين، أنا متشكرة لحضرتك قوي، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة.
مساء الخير يا استاذ حنان، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل المصريين طيبين، مسلمين مسيحيين، مش مهم النتيجه ايه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان كريم كده على الجميع، وان شاء الله كده نهدى كلنا ونحب بعض وننسى كل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي كلها. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب والله اكرم. وعايزين نتكلم على حفله البنك الاهلي، حضرتك متعود تحضرها كل سنه؟ جميله طبعا. البنك الاهلي يعني اثبت فعلا وجوده هنا في نيويورك، مفيش بنوك عربيه خالص، يمكن هو ده البنك الوحيد المصري بقاله 15 سنه. وكل سنه بحضر افطار رمضان، وكل سنه بلاقي حاجات جديده وبلاقي حاجات كرييتيف اكتر، وفي تطوير، وفي المره دي في شهادات بلادي، وفي زي ما انت شفتي افطار جميل وناس يعني قاعده كده مختلفه شويه كوزي. طيب حضرتك بتحرص على ان انت يعني اي حفله في الجاليه بتحضرها، ولا بس نقول الحاجات اللي هي المؤسسات الكبيره والاماكن الجمعيات الكبيره، ولا كل يعني بتجي لك؟ والله الواحد بيقدر عليه، اللي بقدر عليه طبعا بحضره. انا بتمنى، بحب ان انا ابقى في وسط الناس كلها. انا سامعه ان انت بتفطر في الجامع. طبعا بفطر في المسجد، طبعا بفطر في الجامع. تعتكف اخر 10 ايام؟ اخر 10 ايام بعتكف في رمضان. اكيد صح؟ اكيد. شفت انا عارفه ازاي. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الناس طيبين. وحضرتك طيب. البنك الاهلي المصري، افطار البنك الاهلي المصري اللي متعودين عليه كل سنه. لينا لقاء مع الاستاذ ياسر درويش، اللي ما فيش تقريبا اي حفله مصريه بالذات يعني في الاجواء الرمضانيه دي يعني بتخلى من فنه. مساء الخير وكل سنه وانت طيب. مساء النور وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله رب العالمين. الله اكرم. قولي بقى، في رمضان بتكتر الحفلات وكده؟ غالبا في رمضان لا، ما بتحصلش حفلات كتير، هو موضوع الافطار بس. واذا كانت بتحصل معايا حفلات بتبقى للاجهزه هنا في امريكا، زي البابليك سكول، البابليك لايبرري. طبعا النهارده انت كنت شايف الاجانب والامريكان كانوا كتير في الحفله، كانوا مبسوطين برقص التنوره والرقص الصعيدي. انت بتبقى وانت بتعدي الكلام ده بيبقى عينك على الناس، بتبقى شايف مين عاجبه ايه وكده؟ ساعات، مش على طول ببقى عيني على الناس، بس في الاخر بعد ما بخلص وبمشي ما بينهم يعني بشوف التحية، بشوف الابتسامة من الناس. في ناس بتيجي بتقول ممكن الكارت بتاعك، في ناس بتحب تاخد صورة معايا وانا لابس الكاستم بتاعي. فالحمد لله يعني بحس بإعجاب الناس. وبتحس انت بتمثل مصر كويس؟ والله بحس موضوع ان انا بمثل مصر ده بمثل مصر. لما الاقي نفسي في كل الاحتفالات المصرية موجود، ما ينفعش اقول ان انا ما بمثلش مصر. فعلا ده فن شعبي مصري يعني اصيل، ما هوش بالسال. انت بتجيب لهم الفلكلور لحد عندهم هنا، التنوره والرقص الصعيدي والكلام ده. انا شفت واحد كان بيحطب معاك. ده صحيح. وبعدين النهارده التراديشنال دانس هو اللي بيعرف الايدنتيتي او بيعرف الشخصيه بالاصل الثقافي بتاعها. انت من فين، وانت كبرتي وعشتي فين، اللبس بتاعك بيبين انت مين.
الرقص الصعيدي ورقص التنورة. الحقيقة يعني كانت فقرة جميلة جدا، أضفت أجواء حلوة. وكل سنة وأنت طيب يا أستاذ ياسر. ميرسي، شكرا. مساء الخير، كل سنة وانت طيبة مدام داليا. وانتي طيبة، كل سنة وانت طيبة. قولي لي، متعودة تحضري حفلة البنك الأهلي كل سنة؟ يس، كل سنة. بقالك كام سنة تقريبا بتحضري الحفلة؟ يعني على الأقل آخر 5 سنين فاكراهم. ايه رأيك في الأجواء النهاردة؟ كان في حاجة مختلفة؟ لقيتي حاجة مختلفة النهاردة؟ الناس كلها كان في مشكلين أكتر. متشكلين أكتر بتوع البنك، بتوع مصر الطيران، السفير، المستثمرين الأجانب والكلام ده. تحبي تقولي ايه للي بيشوفونا بمناسبة رمضان، بمناسبة التجمعات والليلة، يعني التجمع او الفطار اللي بيبقى فيه اجواء مصرية كده، او الفطار الجماعي، تحبي تقولي ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة على مصر. كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة على مصر، وان شاء الله يكون مصر كويسة ان شاء الله. وميرسي ليكي، وكل سنه وحضرتك طيبه والف صحه. ميرسي، شكرا. ومكتب مصر للطيران معانا النهارده زي العاده الاستاذ ايمن السمري المدير الاقليمي، والاستاذ عمرو المرسي مدير محطه مصر للطيران. برحب بيكم، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه يا فندم، حضرتك طيبه، رمضان كريم عليكم. الله اكرم. هناخد بس يعني انا عايزه منكم كلمه بمناسبه اليوم الجميل والاجواء الحلوه، وتقولوا لي ايه التغيير السنه دي في الحفله. التغيير السنه دي في الحفله انه تم تسليط الضوء على الانجازات اللي بتتم في مصر، وهي انجازات كبيره الحقيقه. وانا كنت سعيد جدا بالكليب اللي اتعرض بيبين انجازات عامين من حكم سياده الرئيس، وما تم على الارض وهو كبير جدا، وتم تسليط الضوء على مصر رايحه فين، وده كان شيء جميل جدا يعني. وخصوصا ان كان في شركات استثماريه كبيره ورؤساء بنوك. بالظبط. فاحنا في السياق ده بنشتغل بشكل جماعي، وانا سعيد انه الروح الجميله برضو بان البنك الاهلي بيشتغل مع مصر الطيران، مع السفاره المصريه، مع المكتب التجاري بشكل جماعي عشان ابراز الصوره على حقيقتها لمصر وما يتم من منجز على الارض. استاذ مرسي، انت شايف انه اللي حصل النهارده مش يعني كان كفايه، ولا المفروض ان احنا نقوم بمثلا وليكن حاجه بالشكل ده حد تاني يعني غير البنك الاهلي؟ يعني انا مش شايفه حاجه موازيه ليه مصر للطيران مثلا ما بتعملش كده؟ بالتاكيد احنا لازم نكتر من المناسبات اللي تظهر صوره مصر بالشكل اللي احنا كلنا حاسين ان مصر تستاهله، واحنا عندنا الفرص لكده. وبالتاكيد ان شاء الله في الفتره اللي جايه طالما ان في حد بيبدا المشوار لازم هيبقى في حد تاني يكمل بعديه. يعني ممكن مصر للطيران، ممكن القنصليه او السفاره المصريه سواء في هنا او في واشنطن، نبدا نعمل كلنا انشطه ممكن تكون متداخله. في النهايه المهم ان اسم بلدنا كله يظهر بالشكل اللي احنا عايزينه. صحيح. وانا شايفه ان القنصليه بتعمل فطار بس بتبقى مركزه اكتر، وده مش عيب على فكره ان هي تبقى بيت لكل المصريين، لكن بالشكل اللي بيحصل بيه البنك الاهلي ده شكل حلو. بالتاكيد خدي بال حضرتك انه الكوميرشال سايد او الناس اللي بتشتغل في مجال البيزنس اكيد بيكون الفيجن بتاعهم شويه مختلف، زي البنك الاهلي زي مصر للطيران. السفاره او القنصليه هي طبعا بيت لكل المصريين، انما بيكون فيها الشكل الرسمي بشكل اكتر، وده حاجه مطلوبه لمصر برضه. طبعا. طيب يعني استاذ ايمن، حضرتك يعني هو اللي في ايدك القرار ده ولا بيبقى قرار مين؟
الحقيقه احنا من اول يعني ما تسلمت الاقليم كان منهجنا واضح انه العمل بشكل جماعي. احنا كانت مشكلتنا دايما ان احنا بنعمل في جزر منعزله كجهات بتمثل مصر، سواء الجهات الرسميه او الجهات اللي بتمثل القطاع الخاص. الجديد اللي حصل انه برعايه السفاره انه بدا كل الجهات دي تعمل في اطار جماعي من اجل تحقيق المصلحه العامه للبلد. الاطار ده بيتم بان كل واحد في عمله بيطرح المبادره اللي هو شايفها انها هتكون اضافه للعمل الجماعي ده، وده اللي حاصل النهارده. شفناه البنك الاهلي بيشتغل مع مصر طيران، مع القنصليه، مع المكتب التجاري لابراز مصر بشكل متكامل. فده هو التوجه الجديد والروح الحلوه اللي ظهرت في الحدث. تمام. تتمنى انه يكون موجود في الحفل وكانت تبقى بقى بيرفكت 100%؟ هو يعني ما اقدرش اقول ان الحفله كانت ناقصه، الحفله في ضوء الظروف الحاليه مناسبه جدا لما يجري. كمان المواد المرئيه احنا ممكن في السنين الجايه نركز على ان يبقى في فيرجن انجلش وفي سبتايتلز محطوطه تدي اويرنس اكتر للمتلقي الامريكي وتسلط الضوء على الفرص الواعده اللي موجوده في مصر حاليا. في شيء جميل كمان تم وتمت الاشاره ليه الحقيقه في الكلمه، انه في بيرسبشن او في ترويج لفكره خاطئه عن مصر من ناحيه الامان ومن ناحيه الفرص الاستثماريه ومن ناحيه ما تواجهه مصر. الحقيقه النهارده تم تسليط الضوء ان مصر بلد امنه جدا، الاستثمار فيها ماشي بخطى واعده جدا. شفنا الطرق، مشروعات الطرق، شفنا مشروعات الانفاق، شفنا مشروعات استصلاح الاراضي، ده كله بيدي نقطه ضوء للمتلقي الامريكي وللجانب الاخر. استاذ مرسي، انت من حضرتك مدير محطه في المطار وعندك طبعا انت شايف حركه السفر اكيد ومطلع يعني تقول لنا بقى انت شايف ايه في تحسن في ايه؟ والله احنا دايما طبعا الحمد لله دايما في امل. مصر طيران الحمد لله السنه دي قايمه بمجهود كويس، وعندنا الحمد لله سيزون واعد جدا. نتمنى ان الصيف كله يفضل على السيزون زي ما احنا ماشيين كده ان شاء الله. مصريين ما شاء الله عليهم ما بيتخلوش عن شركتهم، وشركتهم برضو بتراعيهم في كل اتجاه وبتحاول تعمل لهم افضل خدمه باحسن سعر او بالسعر اللي يكون مناسب بالنسبه لهم. طيب احنا ما عندناش شك ان انتوا يعني بوجودكم انتوا الاثنين دي فرصه بالنسبه لي. ما بتفكروش تقللوا شويه ثمن التذاكر، تشجعوا الناس انها تنزل اكتر؟ يعني مسؤوليه امين. استاذ ايمن هو ده تم بالفعل. احنا الفتره اللي جايه طرحنا حزمه اسعار تنشيطيه وتم الاعلان عنها على موقع الشركه، ومكتب مصر طيران سايب اناونسمنت على الكل اللي بيكلمه. تم كمان حاطط وكلائنا السياحيين علما بيها. الحزمه دي مش بس لمصر، احنا كل النقاط اللي بتخدمها مصر الطيران فيما وراء القاهره، في الشرق الاوسط، في افريقيا، في نقاط اوروبا عليها تخفيضات كبيره. لان حضرتك انت شفت الاسعار بتاعت الشركات الثانيه اكيد طبعا مطلع. بالظبط. احنا ولذلك نزلنا باسعار تنشيطيه عشان نشجع اولا الجاليه المصريه انها تتواصل مع الوطن، وده احد المهام المسنده الينا. الحاجه الثانيه ان نشجع السفر الى محطات كمان ما وراء القاهره، النقاط اللي مصر الان بتخدمها زي نقاط الشرق الاوسط، بيروت، كل النقاط الافريقيه، كل نقاط الخليج. فده مطروح حاليا وموجود على الموقع من ايام، واحنا يسعدنا دايما ان اي مبادره الجاليه او السفاره بتتبناها من اجل التواصل مع الوطن الام، احنا دايما بنكون في الطليعه ودايما بنقدم اقصى ما عندنا. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله يعني يكون السنه. لا انا اللي شاكره جدا، وكل سنه وحضرتك كل مصر الطيران كلها طيبه. ومن برضو الناس اللي متعودين يحضروا حفله البنك الاهلي الدكتور حسام امين، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك وعلى الجاليه كلها. الاجواء النهارده كانت رمضانيه 100%، بتفكرنا بمصر جدا. ايه اللي عجبك النهارده اكتر حاجه؟ انا اللي يعني عجبني النهارده طبعا الوجود الموجود، الناس الجميله كلها الموجوده، الجو المصري نفسه. الواحد يعني حاسس انه قاعد في مصر، الجو الجميل، الاغاني اللي كانت شغاله اللي هي قبل المغرب وبعد المغرب، الواحد كان والنكسفندي كل حاجه، الواحد حاسس انه قاعد في مصر. طبعا حضرتك لاحظت البخور والفوانيس، يعني جو كاننا في الحسين مثلا. طبعا يعني فكرنا بالايام الجميله بتاعت مصر.
يعني حفله البنك الاهلي النهارده هم حرصوا انه يكون فيها اجانب كتير، يعني رؤساء شركات استثماريه وبنوك وكده. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان ده كويس، ولا يعني كان يركزوا اكتر على الجانب المصري، ولا اللي هم عملوه ده احسن؟ طبعا انا برضو ادي كريدت للاستاذ خالد اللي عمله ده، عشان احنا المفروض ان احنا الواجب بتاعنا في مصر في الخارج المفروض حاجات زي كده تتم وتتم كتير. فالاستاذ خالد عامل الكلام ده، عين هو شغال في الجانب المالي بس عامل الموضوع ده رعايه لينا لمصر. فانا برضو اتمنى ان احنا من الجانب القنصلي والجانب السياحه ان احنا نعمل حاجات زي كده متكرره عشان نوري للشعب الامريكي احنا المصريين الحاجات الجميله اللي عندنا، فيبقى حاجه يشوفوها على الواقع ويشوفوا الناس المصريه الجميله ويشوفوا كل النشاطات اللي بنعملها والكالتشر بتاعتنا الموجوده. فدي حاجه بتهيألي كل واحد كان موجود النهارده حس بيها، كل واحد يحب يروح مصر عشان كده. حضرتك متعود بتعمل حفله كل سنه؟ انا حضرت كذا مره بتبقى في اخر السنه لابن سينا. ما بتعملش في رمضان؟ لا في رمضان طبعا، عشان في رمضان الوقت ضيق. في رمضان اللي بنعمله ان احنا في المركز عندنا بنعمل فطار للمرضى الموجودين، يعني وقت الفطار الموجود ساعتها بيجي، فهي يوميا بنعملها يوميا للناس الموجوده. فدي حاجه، لكن ما بنعملش حاجه على سبيكترم عالي على نجمع ناس كتير، لا بقى موجود مثلا حوالي يمكن 30 واحد او كده بنعملها كل يوم. كل سنه وحضرتك طيب، وانا سعيده جدا بلقائك النهارده، وان شاء الله تتكرر كتير وفي كل يوم. حضرتك من النهارده ما كانش فيه ستات كتير ليه؟ الاول اعرف المشاهدين بيكي. نجلاء دويدار من الجالية المصرية، عايشة في أمريكا بقالي 25 years. ما كانش فيه ليه ستات كتير النهارده في الحفله؟ انا شايفه الاجانب كتير، لكن من الجاليه المصريه ما كانش فيه ستات كتير. لا هي مش معمولة I think باتنشن، يعني هو عادي انتي بتعزمي على الفطار واللي بيقدر يأتند. في ناس بيبقى عندها شغل، في ناس بتقدر تيجي، مش شرط يعني. بس انتي عارفة الجالية المصرية معظمها رجالة. هم بيبقوا ليزي شويه، يعني ممكن النهارده يعني هو يوم عمل، فيجوز ما كانش فيه وقت. بالظبط، لان انت عارفه بكره فرايداي وبكره لسه البلد هنا شغاله، لان الويك اند هنا ساتردي اند سانداي، فعشان كده يمكن ما كانش فيه ستات كتير اتند، وعشان رمضان كمان والفاميلي وكده، ف maybe that's why. النهارده ايه اللي عجبك في الحفله؟ يعني اكتر حاجه عجبتك في الحفله؟ طبعا من اول بقى ايه، يعني حطي في اعتبارك كده من اول البدايه والبخور والحاجات دي لغايه الاخر خالص، وقولي لي اكتر حاجه عجبتك. اكتر حاجه عجبتني ان الحفله الرمضانيه ما كانتش جامعه بس المصريين، ما كانتش جامعه بس العرب، بس كانت جامعه الامريكان والعرب مع بعض، ودي حاجه كانت مهمه جدا، ان الامريكان يعرفوا الكالتشر بتاعت مصر وحضاره مصر واعياد مصر، وان هم يعني تشير رمضان معانا، ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. ايه الاسئله اللي اتوجهت لك النهارده، يعني بخصوص رمضان، بخصوص يعني حد سالك على ايه؟ انتوا صايمين؟ انتوا بتعملوا ايه الاكل ده؟ لا في الحقيقه عشان في انترنت وفي تلفزيون وكده، فموست اوف ذا بيبل هم عارفين ان ده شهر عباده بالنسبه لنا زي الكريسماس بالنسبه لهم، فهم زي اوير اوف ات، فما كانش سربرايز بالنسبه لهم. بس اللي كان عاجبهم قوي ان احنا حتى في بلاد الغرب احنا محتفظين بالكالتشر بتاعتنا، احنا برضو بنصوم، احنا برضو بسليبريتنا رمضان، احنا برضو معلقين الفانوس، فدي حاجه بالنسبه لهم كانت يعني ما اقصدش ان هم متفاجئين، لكن لما بتبقي سامعه عن حاجه او قاريه عنها غير لما بتشوفي الشخص اللي هو بيمارسها قدامك. يعني انا كان قاعد معايا على التيبل بتاعتي ناس اتراك وهم من امريكا من اصل تركي. انتوا ازاي قادرين تقعدوا لغايه الساعه 8:30 من غير اكل وشرب؟ يعني بيسالوا اسئله كده من النوع ده. حد سالك حاجه زي كده النهارده؟ لا انا قالوا لي احنا نقدر نقعد من غير الاكل، بس من غير الميه دي حاجه صعبه جدا، فاحنا يعني احنا سو براود ان انتوا بتقدروا تعملوا كده، احنا وي كانز نو واي. ف يعني يو هاف تو اكسبلين تو ذم، وان هم دي اندرستاند ان دي زي ما هم بيقدروا يصوموا في صيامهم، حاجات بتبقى صعبه علينا جدا احنا نعملها، بس هم بيقدروا يعملوها، فكل واحد في الصيام بتاعه ديفرنت. بالظبط. ايه اللي كان نفسك النهارده يكون موجود؟ ايه اللي النهارده كان نفسي يبقى موجود؟ البنك الاهلي النهارده عمل برزنتيشن لقناه السويس، دي حاجه كانت كويسه جدا.
وعجبتني جدا، بس اللي كان ناقص فيها انها كانت محتاجه انها تبقى انجلش، لان كان في ناس امريكان كتير جدا، وزي ما انتي بتقولي اتراك، بس اللانجوج السايده انجلش، فاحنا كنا نفسنا نوريهم القناه السويس مترجمه بالانجلش، فده الجزء الوحيد اللي كان ميسنج. بس مستر خالد الغراب covered with the translation after الفيديو، فده it was very good. بس احنا هنقول ايه، يعني هو خطأ يمكن ما كانش هنقول ايه يتدارك يعني، لكن اكتر حاجه بعد كده كل حاجه كانت بيرفكت بتهيالي، الاكل الناس الضيوف، ف يعني نتمنى ان يعني تكون سابت انطباع كويس عن الحضور. وبالنسبه لك انت طبعا قولي لي بقى، بتحضري كام حفله بالشكل ده في رمضان في امريكا؟ في الحقيقة من أحلى الحفلات اللي أنا بحضرها هي حفلة البنك الأهلي. حفلات السفارة المصرية بتبقى حفلات كويسة جدا برضو في رمضان، دي كانت 2 days ago وإحنا حضرناها. لا المصريين في الخارج بيعملوا شغل كويس جدا، ويعني أنا I'm so proud إن أنا مصرية، وأنا I'm so proud إن أنا بشوف ده بيحصل في البلاد الخارجية، فدي صورة كويسة جدا أو بتدي انطباع كويس جدا عن المصريين في الخارج. وبتعودك شويه عن الاجواء المصريه والبعد عن الاهل والاصحاب وكده؟ في الحقيقة مفيش أي حاجة تعوض عن الأهل، ومفيش أي حاجة تعوض عن البلاد، بس أنتي بتفيل هوم. أما بتيجي حفلة زي دي بتلاقي فانوس رمضان، وبتلاقي الناس، وبتلاقي التجمع، فبتحسي إن أنتي في مصر. البنك الأهلي ما حرمكوش من حاجة النهارده، يعني البخور والنقشبندي والفوانيس والجو والأكل والتنورة والرأس الصعيدي والخروب وقمر الدنيا، أنا مش شايفة أي حاجة ناقصة. لا وحفلة فيري كلاسي، والناس كلها كانت مبسوطة جدا، ويعني I'm so proud ببنك الأهلي. كل سنة وحضرتك طيبة، وإن شاء الله نتقابل تاني في حفل البنك الأهلي ومزيد من التقدم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وتحياتي لكم ولمصر كلها وللسيسي طبعا، ويا رب مصر دايما في تقدم على طول. مساء الخير خالد بيه، وكل سنة وحضرتك طيب والبنك الأهلي كله طيب. مساء النور وحضرتك طيبة وشرفتونا. شرف لينا، ويعني أنا مش هطول عليك، أنا شايفاك طبعا يوم صعب جدا، كنت النهاردة عامل مجهود جبار. حد بيساعدكم في الكلام ده؟ لا الحمد لله احنا بنرتب اللقاءات دي على طول، واحنا الحمد لله كيبل ان احنا نرتبها وفي خدمة الجالية، وكمان عشان نعرف الناس ونعرف البنوك اللي احنا بنتعامل معاها، ونعرف المستثمرين والشركات حجم البنك الاهلي واهميه البنك الاهلي في نيويورك، وكذلك بنعرفهم بالكالتشرز المصري اهميه رمضان بالنسبه لنا، اهميه احتفالات رمضان بالنسبه لنا. اهم الناس اللي كانوا، انا مش عايزه طبعا اسامي، هو كان في شركات استثماريه وكان في رؤساء بنوك وكده، يعني اهم حد كان موجود؟ لا في زي ما حضرتك قلت، يعني مش هقول اسامي، بس من اهم اكبر 4 بنوك عالميه مالتي ناشونال امريكيه كانت موجوده، من اهم 3 شركات مالتي ناشونال امريكيه كبيره لها حجم استثمارات كبير كانت موجودين في مصر، رئيس مجلس الاداره وعضو منتدب، من اهم مكاتب القانون اللي احنا بنتعامل معاها في نيويورك. الحمد لله كان مجموعه كبيره جدا كانت موجوده وشرفونا، وحضرتك شفتي ان هم يمكن ما حدش عايز يمشي، يعني كنا ممكن نكمل كمان ساعتين، بس طبعا احنا اتاخرنا في الوقت، فالحمد لله يعني ده شيء كويس. النهارده كان في ايه زياده في الحفله عن كل سنه؟ احنا حبينا ان احنا بس نعرفهم في الكلور مصري شويه، فكان بالنسبه لنا قربنا من جزئيه التنوره، جربنا من جزئيه الرأس الصعيدي بالظبط. هو ده كان مهم ان هم يعرفوا الكالتشرز بتاعتنا ايه، مهم ان هم يعرفوا الانجازات كمان اللي اتعملت في مصر في اخر 3 سنين ايه. ده مهم جدا ان احنا نبريزنت اللي بيحصل في مصر، ونعبر عن نفسنا في المجتمع الامريكي كويس جدا، وده كان هدفنا من اللقاء. طبعا لانه وبصراحه جديده هقول لحضرتك الفيديو كان حلو، لكن كان مش كله مترجم، ودي الانتقادات دي. فانا هقول لحضرتك حاجه، يمكن الفيديو ده لسه واصل، الفيديو ده ما اتعرضش في القاهره خالص، لسه ان شاء الله هيتعرض قريب، حضرتك هتشوفيه في التلفزيون، يكون اول مره يتعرض بره، وانا اعتذرت ان هو كان قمت بالترجمه، وان شاء الله هنتدارك المواقف دي في المستقبل. لكن هو الحقيقه بعد كده كل الحفله كانت رائعه، الناس انا كنت قاعده في وسط الحضور، كله اثنى على الاكل وعلى المشروبات، سالوني اسئله كتير عن الخروب والقمر الدين والتنوره والكلام ده كله، كانت الاجواء مصريه رمضانيه 100%.
احنا بنعرف بالاجواء الرمضانيه، بنعرف بالكالتشرز بتاعتنا، بنعرف حتى بالاكل بتاعنا، بالمشروبات بتاعتنا. كان كله ليله مصريه رمضانيه، بحيث ان هم يعرفوا ايه اللي موجود في مصر، ايه الكالتشر رمضان بالنسبه لنا، كالتشر اسلامي كمان بالنسبه لنا مهم جدا. والكرم كان موجود، يعني الحقيقه يعني الاكل كان كتير جدا. احنا من اول الشربات والسلطات ابتدينا نشبع، بعدين الكنافه والحلويات والكلام ده. يعني بصراحه كان يوم رائع، وشرفتوا مصر، ويعني قدمتوا، كنتوا واجهه كويسه او احسن واجهه ممكن تكون. سؤال اخير بس، وما نقدرش هسيب حضرتك لان انا عارفه ان انت طبعا كمان تعبت الحقيقه، لكن شهاده البنك الاهلي الدولاريه، شهاده بلادي الدولاريه، اخبارها ايه؟ لا الحمد لله احنا شغالين كويس جدا الحمد لله. لسه موجوده لسه؟ لا لا زالت موجوده والحمد لله عليها اقبال كبير جدا. واللي انا بقوله ان في تيكتس كبيره، يعني طلعنا من مراحل التيكتس الصغيره بقت فيها تيكتس استثماريه كبيره، وده بيؤكد حاله الاستقرار الموجوده في مصر. احنا فتحنا شهاده بلادي ما بقتش للمصريين المغتربين بس، بقت للاجانب كمان، فبالتالي ده عليها اقبال كبير جدا. بس الاجانب بياخدوا اقل شويه من المصريين، بياخدوا اقل 4%. احنا دايما بنميز بالظبط بالنسبه للفوائد، احنا دايما بنميز المصريين لان هم اولاد البلد فيبقى لهم فايده اعلى. لكن بقى في اقبال كمان من الاجانب كامريكان او كعرب موجودين هنا. انا يمكن بسافر في كل حته في الولايات المتحده الامريكيه، ما بقعدش اسبوع واحد في نيويورك، بروح الويست كوست، كنت لسه في لوس انجلوس، سان فرانسيسكو، في شيكاغو، في واشنطن، في اورلاندو. الحمد لله الاقبال كبير قوي، وطلع كندا بعد كده، فالحمد لله الحمد لله. الحمد لله. ودينا هو يبقى خبر جديد لينا انه الشهادة، انا مش عايزه اقول يعني يا رب ما يبقاش الامريكان والعرب اكتر من المصريين، فيعني نقول لهم بقى كلمه للمصريين اخيره من حضرتك. لا كل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم ان شاء الله الخير، واتمنى ان انتم بس يعني تفتكروا مصر في رمضان في دعواتكم، زي ما بندعي لنفسينا ندعي لمصر، زي ما كلنا بنقول ممكن احنا كنا مرضنا فتره لكن مصر لن تموت، وتحيا مصر. تحيا مصر. كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير، نعرف المشاهدين بيك. اهلا، نور من حبيقه. نور من حبيقه. منين؟ من لبنان. من لبنان. قول لي، بتشتغل هنا في المطعم؟ انا صاحب المطعم. انت صاحب المطعم. بالنسبه للحفله بتاعت البنك الاهلي، الترتيبات اللي احنا شفناها النهارده، الترتيبات الجباره والاجواء الرمضانيه الجامده قوي دي، بتبقى ترتيب مين؟ يعني انتوا اللي بترتبوا لوحدكم، ولا هم بيقولوا لكم احنا عايزين كذا وكذا وكذا، ولا؟ احنا بنحضر، وهن كمان اكيد الزينه والفن، الفانوس وكذا يعني كله مش موجود على طول؟ لا هذا مش موجود، هذا من عند بتاع البنك. ايوه. والبخور والكلام ده كله البنك الاهلي؟ البخور كله البنك الاهلي. البنك الاهلي. متعودين الاكل والتجهيز وكله شغلنا نحن. لا انا بتكلم على الاجواء، يعني انا دخلت شميت بخور حلو قوي. لقيت الفانوس من عندنا ومن عندهم، يعني انا اجيب ذم سم. يعني هو اللي بيطلب. ايوه اكيد. طيب بالنسبه لاصناف الاكل، انت بتعمل حفلات، يعني حفلات افطار رمضانيه كتير؟ طبعا اكيد. بشكل مثلا نقول ايه، اسبوع دائم. اكتر جنسيه؟ اكتر جنسيه من جميع البلدان العربيه، ما فيش اكثر جنسيات. يعني مثلا مش لبنانيين عشان اصحاب المطعم لبناني؟ لا بيجي كله بيجي. انت بتقدم كل اصناف الاكل العربي؟ اكيد بالطبع، كله لبناني، جميع المأكولات اللبنانيه، من مزات، من مشاوي، من حلويات. طب قول لي، الشغل بتاع الحفلات اللي زي كده بيبقى متعب عن الشغل العادي اكيد، بس هل انت يعني ده بيضايقك ولا انت بتبقى بالعكس، نحن بننبسط يكون في حفلات. عبء يعني؟ لا ما في عبء، نحن موجودين هنا منشان يعني نهتم بس الشغل بالشكل ده شغل انا شايفه يعني قبل وبعد وكده، انا شايفه التجهيز. اكيد شغل المطاعم هو هلاك يعني. تمام. طب قول لي، بالنسبه للبنك الاهلي، دي السنه الكام بيعمل هنا الحفله؟ كل سنه بيجوا لعنا. كل سنه. انا حضرت هنا السنه اللي فاتت وشفت الاكل السنه اللي فاتت وشفت الاكل السنه دي. لا احسن. لا حقيقي الاكل احلى، حقيقي بجد. المشروبات كمان والحلويات، بس الكنافه ناقصه عسل عشان بقول لك. لانه انت عسل. خليك. الكنافه ما فيهاش عسل، انا بحب الكنافه شويه مسكره. قول لي الحلويات الشرقيه والحاجات دي انتوا بتعملوها هنا بنفسكم ولا بتشتروا؟ كله بنعمل هنا، ما في شيء من برا، نحن بنعمل الاكل من الالف للياء. طيب يعني انا حبيت ان انا يعني اشكرك، ويعني بصراحه كان يوم رائع. انتوا الشعب المصري اهدم شعب. ده من ذوقك ومن طيب اصلك، ويعني بجد انا شفت حجم عمل يعني يحترم النهارده، والناس كلها كانت مرحبه بتعمل من قلبها. فالاداره كويسه، والمكان كان كويس، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه، رمضان كريم. الله. ثانك يو.
العالم.